قال الله تعالى في كتابه الكريم في أول آية نزلت على حبيبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. دي كانت أول آية نزلت على حبيبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأول أمر وأول تكليف نزل في الإسلام، وكأن الآية هي اللي بتحط الأساس ودستور الرسالة الخاتمة واللي هي العلم والتعلم، ونزلت عشان تمحو أمنية الإنسان. يبقى ده فيه دليل على تعظيم القراءة بالذات، لأن القراءة هي اللي خرجت الناس من الضلال للنور، وهي اللي خرجت الناس من الجهل للعلم، وهي كانت السبب الرئيسي في تقدم المجتمع الغربي وتأخر العالم الإسلامي. فعشان كده القراءة ليها أهمية كبيرة جدا. لازم على كل واحد فينا يكون عارف أهمية القراءة وقدرها، ويكون واخد القراءة مبدأ أساسي في حياته للتطور وللتقدم. الفيديو ده بالذات هيبقى ليه مكانة مختلفة عندي عن بقية الفيديوهات اللي نزلتها، لأن القراءة هي من أهم الأمور اللي لازم نتناقش فيها، وهي من أكتر الأمور اللي هتقدر تحسن وضعنا الحالي. وخليك عارف إن لولا القراءة ما كانش العالم هيبقى في الشكل اللي احنا شايفينه فيه النهارده. أهلا بك يا عزيزي المشاهد في فيديو جديد من قناة ركز معايا. فقناة ركز معايا هقدم لك محتوى هادف من خلال الكتب والقصص، والفيديو ده هيبقى مرجعك ودليلك عن القراءة وأهميتها وإزاي نلتزم بيها. فتأكد إنك تتابع الفيديو للآخر عشان تحصل على أكبر فايدة. في البداية كده وقبل أي حاجة ممكن تسألني وتقول لي إحنا ليه بنقرأ في الأساس؟ القراءة يا عزيزي المشاهد هي مصدر إلهام كبير لأي حد فينا، وهي اللي بتخليك تكتشف ذاتك وتطور من مهاراتك العقلية والذهنية، وهي اللي بتخليك تشوف العالم من زوايا مختلفة. لأن كل كتاب بتقرأه أنت بتشوف نظرة الكاتب للعالم، فبالتالي تفاعلك مع المواقف والأحداث اللي بتحصل لك في أيامك بتبقى مختلفة. وزي ما قال المتنبي عن القراءة: حياة واحدة لا تكفي. وبيقصد هو المعنى اللي قلناه ده، إن كل واحد لما بيقرأ كتاب بيشوف العالم من نظرة مختلفة تماما. فعشان الواحد يقدر يستمتع بحياته ويعيش أفضل حياة يقدر يعيشها لازم يقرأ كتب كتير عشان يقدر يشوف العالم بطرق مختلفة. وناهيك بقى عن إنها مصدر أساسي للتعلم، وإنها بتخرج الناس من الجهل للنور، وبتخليك قادر تتحمل مشاكل الحياة وتتعامل معاها. ولما قدرتش تتعامل مع المشاكل دي فالقراءة هي خير صديق، هي مفر من الحياة ومن الواقع، تخليك تقدر تركز على حاجة بدون أي مشتتات. وأتمنى تكون عرفت دلوقتي إحنا ليه بنقرأ في الأساس، ولكن خلينا نعرف المراحل الأربعة اللي بيمر فيهم أي قارئ للكتب، عشان مهم إن الواحد يعرف هو في أي مرحلة دلوقتي ويعرف يتعامل معاها إزاي ويقرأ لها إيه بالظبط. أول مرحلة وهي القراءة للمتعة. غالبا بتتمتع المرحلة دي إن الواحد بيبدأ يقرأ في أي حاجة، رواية بقى، كتاب في مجالات مختلفة، عشان يبدأ يحب القراءة، ولكن هو فعلا مش عايز يستخلص معلومات من الكتاب، ولكن هو بيقرأ فقط للمتعة. ويا إما الناس اللي بيقرأوا في المرحلة دي شغوفين بالقراءة أو عندهم وقت زايد فبيقضوه في القراءة. المرحلة الثانية وهي القراءة للمعرفة. المرحلة دي لسه ما تعتبرش مرحلة عميقة من تحصيل العلم، ولكن صاحبها في بعض الحالات بيقرأ بعض الكتب عشان يحصل على معلومة معينة وما بيلتزمش بالقراءة على طول. فمثلا بيطبقها أصحاب الخطابات والمحاضرات، فبتلاقيه بيفتح كتاب معين عشان يحصل على معلومة عشان يقدمها في الخطاب بتاعه، ولكن هو فعلا ما بيقرأش الكتاب كله عشان يستخلص كل المعلومات اللي فيه ويطبقها في حياته. وفي المرحلة دي ما بيكونش الواحد ملتزم بالقراءة ولا عنده روتين يومي للقراءة، ولكنه بيقرأ حسب الحاجة اللي هو عايزها. المرحلة الثالثة وهي المرحلة اللي هنركز فيها في الفيديو ده، وهي مرحلة التعلم الحقيقية. المرحلة دي هي لما الواحد يبدأ يقرأ في نوع معين من الكتب عشان يقدر يحصل علم يستفيد بيه حياته ويطبقه على نفسه. وبيبقى الواحد في المرحلة دي ملتزم بالقراءة ومثبت روتين يومي للقراءة، وبيبقى فعلا شغوف بالقراءة وبيحبها. والمرحلة دي بالنسبة لي تبقى المرحلة الذهبية في القراءة، لأن الواحد بيلاحظ فيها تطور وتقدم كبير أثناء القراءة يوميا. وأخيرا المرحلة الرابعة وهي القراءة للتعمق. المرحلة دي ما بيوصلهاش غير الناس اللي متخصصين في مجال دقيق جدا في حياتهم، وبيقرأوا الكتب مش على أساس الفايدة البسيطة ولا على أساس إنهم يستخلصوا معلومات معينة، لكن بيقرأوا الكتاب من ناحية العلم الحقيقي. بياخدوا الكتاب وبيعصروه عشان يحصلوا على كل قطرة من المعلومات اللي فيه. زي مثلا طلاب كلية الطب بيقرأوا في الكتب عشان يحصلوا معلومات دقيقة جدا عن الطب، وهنا بيكمن العلم الحقيقي اللي بيوصل لنا علماء دلوقتي. ودلوقتي بما اننا عرفنا مراحل القراءة، وعلى فكرة ما فيش اي مرحلة احسن من مرحلة، ممكن الواحد يكون بيمر في الاربع مراحل في وقت واحد، فتلاقيه متخصص في مجال معين فبيقرأ القراءة العميقة، وبرضه بيحب يتطور في مجال معين فبيقرأ القراءة للحصول على العلم. فوائد القراءة لو قعدنا نعدها من النهاردة لبكرة مش هنخلص، ولكن هنذكر بعض الأمثال من الفوائد للقراءة عشان الواحد يبقى على يقين وعارف هو بيحصل له إيه بالظبط أثناء قراءته للكتب. أول حاجة إنها بتزيد الذكاء. مخنا بيتكون من روابط بتربط الخلايا العصبية ببعض، وكل ما زادت الروابط دي كل ما زاد الذكاء، وده بالظبط اللي بتعمله القراءة.
بتزود من الروابط بين الخلايا العصبية، فبتخلي الإنسان أكتر ذكاء وأكتر تحليل للمواقف اللي حواليه. وعملوا دراسة على عينة من الناس اللي بيقرأوا يوميا 30 صفحة في الكتب، ولاحظوا إنهم عندهم ذاكرة أفضل وذكاء أعلى، وعندهم قدرة كبيرة جدا وسرعة في الفهم والتحليل، ولكن بشرط إنهم يكونوا ملتزمين بالعادة دي إنهم يعملوها. ولو عايز تعرف إزاي تبني عادة القراءة، ارجع لفيديو العادات اللي نزلته سابقا. تاني حاجة وهي زيادة التركيز، وما أدراك ما زيادة التركيز في الزمن ده. دي بقت العملة الصعبة اللي صعب نحصل عليها دلوقتي. وفي دراسة عملوها مؤخرا عن حاجة اسمها الاتنشن تايم سبام للناس. الاتنشن تايم سبام هي قدرة الإنسان على التركيز على حاجة معينة لفترة معينة. ولاحظوا إن لحد أواخر التسعينات مستوى التركيز عند الناس كان مرتفع جدا وكان كويس، وكانوا بيقدروا يركزوا على حاجة واحدة لفترة طويلة. ولكن الموضوع اختلف لما أجروا دراساتهم في القرن الحالي. لاحظوا إن قليل من الناس بيعرفوا يركزوا على حاجة معينة لفترة طويلة. فتلاقي الواحد فينا دلوقتي لما بيقرر يذاكر ما بيقدرش يقعد أكتر من 10 دقايق لحد ما بيمسك التليفون، ودي بسبب حاجة أنا بسميها نظرية القرد. عارف أنت القرد كده لما بيقعد يتنطط من شجرة لشجرة لشجرة؟ هو ده بالظبط اللي بيحصل لنا لما بنقعد على السوشيال ميديا والتيك توك والانستجرام. بيكون الواحد بيقعد يقلب في الفيديوهات من فيديو سطحي لفيديو عميق، من فيديو حزين لفيديو ديني، وفي لخبطه في المشاعر بتحصل. فبتلاقي الواحد مشاعره متلخبطه ومش عارف يركز على اي حاجه بيعملها، ودي المشكله اللي بتعالجها القراءه. بتيجي القراءة وبتخلي الواحد يقدر يركز على حاجة واحدة بس بدون أي مشتتات. وأخيرا وآخر فايدة لقراءة الكتب هي التطور والتقدم. بالله عليك عمرك شفت واحد انغمس في القراءة فضل زي ما هو بعد ما بدأ يقرأ الكتب؟ مستحيل طبعا، لأن الكتب هي مصدر تغيير وتطور كبير للناس ومصدر إلهام. فبتلاقي اللي بدأ يقرأ كتب اتغير بنسبة 180 درجة، لأن الكتب بتدي مفاهيم جديدة وبتدي نظرات مختلفة عن العالم، وبتخلي الإنسان أفقه واسعة، وبتلاقي الواحد عنده ثقافة كبيرة للتعامل مع الحياة. وأفضل مثال ناجح دلوقتي وهو أفضل يوتيوبر عندي وهو دوبا مكافي. أنا ما توقعش أبدا إنه كان هيوصل للي هو فيه ده لولا توفيق ربنا وقراءته للكتب. فقراءته للكتب كانت هي مصدر كبير جدا لنجاحه ولتطوره ولدخله. عشان كده الواحد يهتم بالكتب ويستمر عليها عشان يقدر يتطور ويغير من حياته ويعيش حياة ذات جودة عالية. طيب جميل جدا إن احنا وصلنا لحد النقطة دي من الفيديو. أنا شايفك دلوقتي يا عزيزي المشاهد عندك حماس وتحمست إنك تبدأ تقرأ كتب على طول، ولكن أنا بقول دايما ومش هبطل أقول إن الالتزام والاستمرار على حاجة معينة هي اللي هتوصل لنتائج حلوة. وعشان الواحد يلتزم بقراءة الكتب في طرق ونصايح معينة لازم الواحد يتبعها عشان يقدر يلتزم بقراءة الكتب. زي ما كلنا عارفين إن صعب على الواحد إنه يبدأ من أول يوم على طول يبدأ يلتزم بقراءة كم كبير من الكتب، زي إنه يقرأ 50 أو 20 صفحة من الكتب من أول يوم. فده بيجيبنا لأول نقطة واللي هي إن الواحد يبدأ بخطوات بسيطة، فيبدأ يقرأ ولو صفحتين وبعد كده يبدأ يعلى بالتدريج عشان الموضوع ده تقدر تلتزم عليه. تاني حاجة هي تثبيت وقت معين لقراءة الكتب، وبخلاف ما هو شائع إن الواحد يقرأ قبل النوم، ولكن دي أتوقع إنها من أغلط الحاجات اللي الناس بيقعوا فيها، لأن على آخر اليوم الواحد بتبقى دماغه مليانة وبتبقى طاقته خلصت وما بيقدرش يحلل ويستفيد من كل المعلومات اللي في الكتاب. عشان كده الواحد يحدد وقت الصبح مثلا يلتزم بيه يوميا في قراءة الكتب. ده هيساعد الواحد انه يلتزم بقراءة الكتب على طول وما يتركش العادة دي ابدا. واخيرا واكتر حاجة فعلا هتساعدك على الالتزام بقراءة الكتب وهي حاجة أنا بسميها القراءة لحل المشاكل. ممكن تسألني دلوقتي وتقول لي إيه القراءة لحل المشاكل دي؟ ببساطة القراءة لحل المشاكل إن الواحد بيدور على مشاكل هو بيمر فيها دلوقتي ويحاول يعالجها من خلال الكتب، فيدور على كتب بتعالج المشاكل دي ويبدأ يقرأ فيها. فمن فترة مثلا وأنا سرحان وبفكر في أهدافي ورسالتي في الحياة ومشروعي في الحياة، لاحظت إنه فعلا لسه ما اكتشفتش مشروعي في الحياة، وقررت إن أحل المشكلة دي من خلال الكتب. أول حاجة عملتها إني بدأت أقرأ في كتاب عن مشروع العمر، وبدأت أفهم عن مشروع العمر وفعلا حددت مشروعي في الحياة. وده بالظبط اللي أنت لازم تعمله، دور على المشاكل اللي أنت بتعاني منها وابدأ حلها بالكتب، ودي هتبقى أول خطوة في الطريق عشان تقدر تلتزم بقراءة الكتب. الصراحة محتاج أرفع لك القبعة على اهتمامك بالقراءة ووصولك للنقطة دي من الفيديو، لأن كتير من الناس مضيعين عمرهم ووقتهم في إنهم ما بيقرأوش الكتب لحد عمر كبير. ولكن مع كل حماسك واهتمامك بالقراءة هتقفل الفيديو وتقرر تبدأ تقرأ في الكتب، ولكن هتقف محتار مش عارف تعمل إيه ومش عارف تبدأ منين وتقرأ في أي نوع من الكتب. وأنت عارف برضو إن مش هسيبك من غير نصايح في الموضوع ده. بكل بساطة هقول لك حاجة واحدة بس، اقرأ أي حاجة. شفت، هو ده الموضوع. اقرأ أي حاجة قدامك لحد ما تبدأ تحب في الكتب. فمثلا استعير أي كتاب أو رواية أو دور على أي كتاب في البيت وابدأ اقرأ فيه،
لان لازم تحب القراءه الاول عشان تبدا فعلا تتعمق فيها وتتعلم منها. ابدا بقى جرب طرق في قراءه الكتب، اقرا بسرعه، اقرا بطيء، اقرا بصوت عالي، اقرا من غير صوت، ليك الحريه لحد ما تبدا تحب القراءه. ولكن مش مهم خالص انك تستفيد اي حاجه من قراءه الكتب دي في البدايه، حاول بس انك تلتزم بالقراءه دي عشان تبدا تحب القراءه واحده واحده. ولكن انا برضو عارف ان الموضوع ده مش سهل، لان مخك ما بيحبش اي حاجه جديده بتصعب عليه حياته. ولكن الموضوع لو كان سهل ما كانش حد ما بيقراش كتب دلوقتي، وعشان كده لازم انت تتميز عن الناس اللي ما بيقراوش كتب دول وتبدا تلتزم بالقراءه وتحبها. ولكن خلينا نتخيل دلوقتي انك بقيت تلتزم بالكتب وبقيت تحب الكتب، وصلت لمرحله التعلم الحقيقي في الكتب، ولكن بتلاحظ بعد فتره انك ما بقتش تستفيد كويس من الكتب. وده يجيبنا لنقطه ازاي نقدر نعصر فايده الكتاب ونطلع باكبر فايده نقدر نحصل عليها. ممكن تكون سمعت قبل كده او بتسمع عن ناس بيقرأوا 50 و100 كتاب في السنة، فتتحمس وفجأة تقول أنا هقرأ السنة دي 100 أو 150 كتاب. ولكن المهم مش هو كم الكتب اللي هتقرأها، المهم هو الفايدة اللي هتطلع منها. لو أنت قرأت السنة دي كلها كتاب واحد بس، ولكن طلعت ب100% من المعلومات اللي فيه، صدقني أنت هتبقى أبرك من اللي قرأ 150 كتاب في السنة. وزي ما بيقول نافال رافيكان صاحب شركة أنجل ليست والمليونير rather read the best 100 books than reading all books. يعني بيفضل انه يقرأ 100 كتاب مرارا وتكرارا على انه يقرأ كل الكتب اللي في العالم. فعشان كده بنقول ما تقرأش الكتاب عشان تنتهي منه، ولكن اقرأه عشان تستفيد منه. تاني حاجة واللي كتير مننا بيستخدمها غلط وهي التضليل او الهايلايت. التضليل حاجة مهمة جدا لازم تستخدمها في قراءتك لأي كتاب، لأنها هي اللي بتحدد الأفكار المهمة المركزية اللي لازم تطبقها في حياتك وتستفيد منها. لأن الكاتب عشان يوصل لك أي فكرة لازم يستخدم الحقائق والأمثلة والقصص واللي بيسمى حشو الكتاب. فبيجي التضليل وبيحدد بس على الحاجات الأفكار المهمة اللي أنت لازم تستفيد منها من الكتاب. تاني نقطة اللي بتتبع التضليل على طول وهي تسجيل التضليل اللي أنت عملته ده، لأن صعب على أي حد فينا إنه يرجع لرف الكتب اللي عنده ويراجع التضليل اللي عمله في كل كتاب. فالأفضل إن الواحد بعد ما يقرأ أي كتاب يستخرج كل التضليل اللي عمله ده في ورق ويبدأ يراجعه من أسبوع لأسبوع، عشان الكتاب ومعلوماته يفضل حاضر على طول في ذهنك وتقدر تستفيد منه في حياتك وتطبقه في حياتك. لو أنت فاكر إن قراءة الكتب بتبقى مرة واحدة، أحب أقول لك إنك غلطان، لأنك مستحيل تستخلص كل معلومات الكتاب من مرة واحدة بس. زي بالظبط لما ترجع تتابع فيلم أو مسلسل أنت تابعته قبل كده، أكيد في المرة التانية بتستمتع وبتشوف الفيلم من نظرة تانية. ده بالظبط اللي بيحصل في الكتب، وبيقول لك books don't give all their secrets at once. الكتب مستحيل تديك كل أسرارها في مرة واحدة، لازم تقرأ كتاب أكتر من مرة عشان كل مرة تستفيد حاجة لحد ما تقدر تحقق أكبر كم من المنفعة من كتاب واحد. ومدة قراءة الكتاب مرة تانية بتتراوح من 3 ل6 شهور مثلا، فتأكد إنك ترجع للكتاب اللي أنت قرأته عشان تستفيد أكبر كم من المنفعة. وأخيرا اوعى تحتفظ وتبخل بالمعلومات اللي بتحصل عليها من الكتاب، حاول على طول تمرر المعلومات دي لأصحابك أو لأهلك، لأن تمرير المعلومات هي أكبر الطرق وأفضل الطرق اللي بتخليك تثبت المعلومة وتستفيد منها بشكل كبير. وبكده أنا خلصت كل اللي عندي، ولكن دلوقتي خلينا نلخص أهم النقاط اللي قلناها في الفيديو. أول حاجة عرفناها هو ليه إحنا بنقرأ الكتب أصلا، لأنها بتساعدك إنك تكتشف نفسك وتطور قدراتك الذهنية والعقلية وتخرجك من الجهل للعلم. وبعد كده عرفنا المراحل اللي بيمر فيها الواحد للقراءة. أول حاجة القراءة للمتعة، القراءة للمعرفة، القراءة للعلم، والقراءة للتعمق. وبعد كده عرفنا فوائد القراءة وعرفنا انها بتزود الذكاء وبتزود التركيز وبتساعدك على التطور والتغير للأفضل. وبعد كده قلت لك تبدأ تقرأ أي كتب وأي نوع من الكتب، وكان الحل هو انك تقرأ أي حاجة. وبعد كده عرفنا ازاي نلتزم بالقراءة بحيث اننا نبدأ بخطوات بسيطة ونحدد وقت معين للقراءة، وأخيرا نقرأ على حسب المشاكل اللي عندنا عشان نعالجها. وبعد كده عرفنا ازاي نعصر فايدة الكتب. أول حاجة إن إحنا ما نقراش الكتاب عشان نخلص منه وخلاص، ولكن عشان نستفيد منه أكبر كم من المعرفة. تاني حاجة وهي التضليل على الأفكار المهمة. وتالت حاجة كانت تسجيل التضليل ده ونبدأ نراجعه بعدها. ورابع حاجة إن إحنا نرجع نقرأ الكتب دي من الحين إلى الآخر. وأخيرا إن إحنا نمرر المعلومات اللي حصلنا عليها من الكتب. وأتمنى يكون عجبك الفيديو، وما تنساش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.